يهزم جندك ولا يخلف وعدك، سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت سبحانك، إنا كنا من الظالمين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق. اللهم امين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بقى هنعمل أكلة ولا أجمل ولا أروع ولا أحلى من كده. هنعمل عرق اللحمة اللي هو الكداب. أول حاجة معايا كمية لحمة مفرومة حسب ما انتي بقى تحبي تعملي على عدد أسرتك. أنا معايا هنا تقريبا ربع كيلو وحتة كمان كده زيادة عليها. انتي طبعا بتعملي الكمية اللي تناسبك، هي لحمة على دهنة علشان تبقى طعمها حلو. ومعايا بصلتين متوسطين، كزبرة ناشفة، بهارات لحمة، بهارات كفتة، ومعايا ملح، ومعايا كزبرة وفصين توم وحبة قرفة بيدوا طعم حلو وجنزبيل. هبتدي كده اقطع معايا البصلاية، هفرمها الاول كده في الكبة انعمها شوية. معانا هنا نص رغيف عيش عشان يربط اللحمة معايا. هبتدي كده افرم البصلة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. هبتدي بقى انزل بالتوابل بتاعتي على البصلاية والملح طبعا عشان ينزل مية البصل. التوم بيطعم طبعا اللحمه، لان طبعا اللي هو العرق اللي انت بتجيبيه جاهز من عند الجزار بتبقي بتقعدي تنغزيه بالسكينه كده وتحطي فيه فصوص توم. فاحنا بقى هنحط التوم معاها في نفس العجينه، لان احنا طبعا عندنا بقى ايه مفروم، فهنعمل بقى اللي هو الكدب. هبل كده لقمه العيش تنسيمه بسيطه كده من الفلتر بتاعي، وهبتدي احطها مع البصلايه عشان خاطر ايه افرمها برضو وتشرب كده من ميه البصل. انا فرمتهم اهوت. هبتدي بقى انزل بيهم في البوله بتاعتي. لا اله الا الله. ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعلوا الجرس، ويا ريت تقولوا كل حبايبكم على القناه بتاعتنا. هبتدي انزل بقى بكميه اللحمه بتاعتي. طبعا لو انت هتعملي لحمه اكتر من كده هتزودي البصلايه برضو. هبتدي ادعكها كويس جدا مع خلطه البصل والتوابل ولقمه العيش كده اللي انا بلتها. انا لو حسيت ان العجينه طريه قوي معايا هحط كده معلقتين فيجيتار من اللي انا بجيبه بالوزن من عند العطار. هو بيبقاش فيه توابل وبهارات زي الاكياس الجاهزه، فانت لو هتحطي من اللي هي البهارات اللي فيها البهارات الجاهزه دي هتقللي شويه من التوابل بتاعتك، لو ان هو كل ما بتبهريه وتطعميه بالبهارات بيبقى طعمه احلى. وهزود تاني شويه فلفل اسمر لان انا حسيت كده ان هو محتاج شويه فلفل اسمر كمان. هبتدي ادعكها مع بعض، بس طبعا انا لو مش هفرمها تاني في الكبه هفضل ادعك فيها بايديا. بصي طلعي كل اللي جواكي، كل الطاقه اللي عندك واي طاقه كده سلبيه طلعيها في العجينه دي وانتي بتعملي اللحمه مع الخضار مع البصله قصدي والتوابل. لكن انا هستسهل وهحطها في الكبه تاني وهبتدي افرمها لحد ما انعمها واخليها تطلع زي عرق كده. اهي بصي بقت ما شاء الله كده معاكي كده كويس. هعمل بقى النص التاني. اهي كده كويسة معايا. لا اله الا الله. انا ما عنديش ورق زبدة، فانا هجيب اللي هو الاكياس اللي هي الحلواني دي، بتتباع عادي عند اي حد بتاع مستلزمات حلويات. مش فاكرة والله العلبة دي كانت بكام بصراحة. بيبقى فيها 3 اكياس كده مع بعض او 4، فانا اخدت واحد منهم. انا مش هقطعه، انا هسيبه مقفول زي ما هو، وهبتدي اعبي اللحمة بتاعتي في قلبيه. الاكياس الحراري دي بتساعد على ان اللحمة بتاعتك تستوي، او الفراخ او اي حاجة انتي بتسويها في قلبيه
بس من غير ما تنشف. فده حلو قوي. يعني انا برضو لما ما لقيتش عندي ورقة الزبدة فاتصرفت وقلت اعمل في الكيس ده. هبتدي كده بقى ابرمها كده زي الرولة معايا. هحاول الاول اسويها واعملها زي الاسطوانة على قد ما اقدر، اطلع الهواء اللي بينها وبين بعضها. افضل اضغط اللحمة كده في بعضيها والمها على بعض علشان خاطر تبقى مكبوسة كويس معايا. وابتدي بقى الف الرول بتاعي كويس كده وابرمه زي الاسطوانة وانا بضغط علشان برضو اللحمة تلم مع بعضها. ارجع اخرج الهواء تاني منها وابتدي برضو ابرمها تاني. هبتدي اقفل الكيس بتاعي كويس عشان ما يدخلش مية جوه. هي بيبقى معاها سلكة كده رباط اهيت. هبتدي اقفل بيها كده الجنب اللي هو الطرف المفتوح. هجيب بقى ورقة فويل وهحطها كده فيه وابرمها برضو تاني بالاسطوانة وانا برضو بضغط عليها. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. ربي اني لما انزلت الي من خير فقير. هجيب بقى كده صينية على قدها. هي مش كبيرة قوي بس كويسة، حجمها كويس بالنسبة للأسرة بتاعتنا. وهغلي مية في الكتل او في اي حاجة عندك على النار. مش حاملة الصينية مية للآخر طبعا، مش هغرقها كده لا، يعني انا هخليها تلتم مستوى اللحمة، يعني اقل من مستوى اللحمة بشوية. اهي انا غليتها في الكتل. هبتدي انزل بيها، مش بحط مية كتير، وهزود شوية خل علشان خاطر بس الصينية مع غليان المية في قلب النار ما تسودش معايا. هدخلها الفرن على درجة حرارة عالية وهحطها كده في الشبكة، وكل شوية هقلبها على الوش التاني. انا فتحت عليها بعد شوية لقيتها بدأت تتحمر معايا اهيت. هبتدي برضو اقلبها كده علشان خاطر تاخد وش من كل ناحية. هفتح بقى ورقة الفويل من عليها. الله اكبر والعزة لله، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. بصوا هي بدأت تتحمر اهي. انا شلت بقى الكيس الحراري خالص علشان خاطر اولع على الشواية شوية تاخد كده لون من كل الاتجاهات. هي طلعت اهيت ما شاء الله جميلة ومتماسكة، بس هي سخنة قوي. يعني انا حاولت اقطعها، المفروض ان احنا نستنى عليها لما تهدى ونشوفها، بس انا حبيت اشوف السوا بتاعها فلقيتها بسم الله ما شاء الله من جوه جميلة جدا ومتحمرة. انا هسيبها تهدى شوية بس وبعد كده هبتدي اقطعها. يفضل لو السكينة بتاعتك تكون حامية، ولو اللي هي المشرشرة دي هتساعدك في التقطيع اسهل. انا حاولت كده اقطعها على قد ما اقدر. اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله. وجبة سهلة ولذيذة ويعني ما فيهاش اي تعقيدات وما اخدتش وقت معانا. انا عبال ما هي استوت في الفرن كنت عملت جنبها كده شوية مكرونة بالصلصة عادي خالص. بتحمري فصين توم وعليهم صلصة، وبتسلقي المكرونة عادي في مية بملح وشوية زيت او خل، وبتصفيها وبتقلبيها على الصلصة اللي انتي عصقتيها، وبتبتدي تسيبيها على النار هادية لحد ما تتشرب من الصلصة بتاعتها. وبتبقى يعني بصراحة من ألذ الأكلات اللي كل الناس بتحبها، المكرونة اللي بالصلصة دي. فهي سهلة وأكلة سريعة وما أخدتش حاجة. وطبعا احنا لسه برضو نعتبر كده في وقت اللي هي العيد برضو، وأكلات العيد واللحمة بتاعتنا لسه موجودة. فمن نعمل بقى الأكلات دي بتبقى حلوة، بتبقى حلوة في المصايف، حلوة في الصيف، حلوة في خروجات بقى السهلة كده، أكلة لطيفة كده وخفيفة معاكي. المكرونة وشوية قطعة اللحمة كده، وبألف هنا والشفا. كل سنة وانتم طيبين. يا ريت ما تنسوش تذكروا الله في التعليقات وتصلوا على الحبيب عليه أفضل الصلاة والسلام.